صباح الخير، صباح السعادة والسرور على عيون متابعاتي الحلوات. إن شاء الله يا ربي كلكم بخير وصحة وعافية. فيديو اليوم غير شكل، حبيت أشارك وياكم القهوة الصباحية وروتيني بتنظيف وترتيب غرفة نومي، أو بالأحرى تسريحة المكياج والترتيبات الخاصة بيها، وراح تشوفون الهوسة. يلا تابعوا الفيديو، متأكدة راح تستفادوا وراح تستمتعون وياي. وبالنسكافيه مالتي ضفت حليب الشوفان. طبعا بين فترة وفترة أحب أغير نوعية الحليب أو الكريمة اللي أستخدمها للنسكافيه. قبل فترة استخدمت مال دانكن دوناتس، طبعا هي روعة، بس حبيت شوية أغير. تعرفون حليب الشوفان أفيد بهواي. وشوفوا لي هذا المنظر، طبعا من غير الشرباية والهوسة اللي مبينة بالمراية. طبعا هذا المكان هو أكثر مكان أنا أستخدمه يعني بالغرفة. دائما هنا أنا أقعد، مكياج، عناية صباحية مسائية، تصوير الفيديوهات، كله يكون بهذا المكان. فدائما أجيب غراضي وشغلاتي كلها بهذا المكان. فلهذا تشوفونه هوسة يعني يترتب أسبوع ويرجع يتهوس. فهالمرة قلت لازم يعني أرتبه بطريقة بحيث ما يرجع يتهوس مرة ثانية، وبنفس الوقت أتخلص من كل الشغلات الزايدة اللي ما أريدها. المنتجات استخدمتها ما فادتني كلها راح أتخلص من عدها، وراح أشوفكم طبعا قبل وبعد. فخليكم وياي وشوفوا لي هاي الغرفة قبل. طبعا دائما قبل لا أبدي بالشغل الصبح لازم أدهن رجلي وألبس جوارب. تعرفون يعني الدنيا باردة وشتاء، حتى لو كانت مترطبة، يعني إذا ما تلبسين جوارب همينة تجف، فلازم جوارب. أول خطوة لازم أفتح البردات وأفتح الشبابيك. الحمد لله جهة غرفتي عليها شمس قوية، فيوميا لازم أفتح البردات، أفتح الشبابيك، تصير تهوية بالغرفة، تدخل شمس حلوة الغرفة. فهواية أحب أسوي هاي الخطوة يومية أول ما أقعد الصبح. هسه راح أبدي أنزل بنات كل هاي الهوسة والغراض بالأرض حتى أبدي أرتبها شوي شوي وأقسمها. هنا حبيت أراويكم هذا جهاز الشعر، جهاز تسريح الشعر أو المشط الحراري يسمونه، من تايمو. فشي روعة، يجنن بنات، يسوي الشعر مي يعني، ولا يأذي الشعر، لا يحرق الشعر، وهواية يوتيوبرز تكلموا عنه. طبعا أنا هذا الجهاز صار لي عندي 5 أشهر أو 6 أشهر والله العظيم، وكل ما أريد أصوره يعني تصير سالفة، تصير شغلة، وأظل أأخر وأجل بالفيديو. ولحد الآن أنا ما مصورت لكم فيديو عن استخدام هذا الجهاز وشون يسرح الشعر. حتى اللي شعرها عكش بصورة مو طبيعية يسرحه، يسويه مثل المي بدون ما يحرقه، بدون ما ترجعين عليه وتعيدين مرات مرتين وثلاثة مثل السشوار. فإن شاء الله في اليوم أسوي لكم ريفيو عنه وأصور لكم فيديو عنه. هسه شوفوا بنات، جبت هاي الغراض كلها بديت أنزلها حتى أبدي أفصل شغلات الشعر، الجسم، البشرة. هسه راح أبدي بنات أتخلص من المنتجات اللي ما أريدها. أول منتج هو هذا كريم الصدر، هذا طبعا جبته أونلاين. يعني بحثت عنه، شفت إنه كاتبين عليه كلام زين على أساس إنه هو مواد طبيعية، ويعني ما بي أي آثار جانبية. فلهذا جبته بصراحة، يعني اقتنعت بيه بوقتها وجبته. استخدمته مرتين أو 3 بصراحة، خفت منه يعني. أبدا ما أحب أستخدم هاي المنتجات، وخاصة على هاي المنطقة الحساسة. تعرفون يعني الله يكفينا الشر، الأمراض هواي. فاستخدمته مرتين 3، وهسه خلاص قررت أنه أذبه، لأنه ما جاي أستخدمه وخفت منه. بنفس الوقت بعدين راح أكمل لكم عن هذا المنتج. هسه هنا أنا بديت أنظف تسريحة المكياج. طبعا استخدمت هاي منظفات روعة، خاصة هذا الأخضر أودو بان.
هذا أجيبه من والمارت، يجنن بنات. الكل شيء يعني للتنظيف مثلا الأخشاب، لا مو الأخشاب، مثلا ميز الطعام بعد الأكل، الكاونترات، أي شيء تردين تنظفينه ريحته حلوة، ينظف ويقتل الجراثيم. والله غرفتي ما بيها يعني تراب هواية، يعني شي بسيط، لأنه دائما خاصة التراب ما أحب يعني أشوف تراب على غراضي. دائما أنظفها بهاي الفروة اللي تصير مثل الفرشة وبيها عودة طويلة، هاي تنظف التراب. دائما أستخدمها لتنظيف التسريحة أو تنظيف هاي الشيلفز. فدائما ما أحب يعني يبقى تراب بيها، فسأسر يعني بالخاولية بس شوية يعني حتى أحس إنه كل شي نظيف ومرتب. طبعا هنا أنا هاي الشغلات الخاصة بالأظافر هاي أكثرها جبتها والله الشغلات من شي إن. الأظافر، النقشات، يعني هواي أمور وسوالف والله موجودة عند شي إن ورخيصة بشكل يعني. هاي الصينية الخشب هم راح أشيلها، يعني هاي خالتها منظر فأحس إنه ما إلها داعي هنا. راح أشيلها حتى أستغل المكان بشغلات ثانية يعني تفيدني. بعدين جبت هاي السلة أو العربانة أو الطبلة، ما أعرف والله شنو اسمها، يعني شنو أصلها بالضبط. بيها يدات وبيها عجلات من جوا. هاي جبتها من آيكيا، صار لها سنة عندي، بس كنت خالتها بالهول بس ما محتاجتها والله هنا. قلت ليش ما أجيبها هنا، لأن أنا محتاجة هنا شي يمي يكون يعني شغلات المكياج والهاي عندي هواية شغلات وما تكفي هاي المجرات مال التسريحة، فقلت أجيبها هنا ويعني متأكدة راح تفيدني هواي. هنا طبعا كان واقع على الزولية أعتقد قلم تحديد أو قلم حواجب، لأن جوزي لونه، ف يعني شوية راح، يعني فركته بالصابون والخاولي ما راح تماما، لازم أغسلها بالغسالة. هسه راح أبدي أخلي المنتجات والشغلات اللي أستخدمها بشكل يومي راح أخليها بسلة وحدة، حتى ما أحتاج إنه يوميا أفتح مجرات وأخذ منا ومنا وترجع الهوسة. فهاي الشغلات خاصة بالبشرة، بالشعر، بالجسم، راح أخليها بهاي السلة وأخليها على التسريحة حتى يوميا أستخدمها وأرجعها بنفس السلة. هذا منظف مكياج بالخيار وجل الصبار، أخذته من روز، بصراحة ما حسيت إنه زين، فلهذا هم راح أتخلص منه. وهذا كريم بونس، هذا طبعا للبشرة على أساس إنه يفتح البشرة ويمنع التجاعيد، بس للأسف إنه ما طلع الأصلي، طلع المكسيكي، صناعة مكسيكية، فلهذا راح أتخلص منه. وارجع احكي لكم على هذا الكريم على اساس انه يشد ويرفع الصدر وينطي مظهر ممتلئ. حتى قرأت المكونات مالته انه يعني زيوت عادية موجودة، يعني اقدر انا اشتريها واسوي الكريم، فلهذا شجعت انه بصراحة اتخلص من عنده وانا اجيب الزيوت واسويها. يعني على الاقل انه اعرف انه المواد كلها طبيعية وبدون اي اضافة. هاي السلة الأولى هسه خلصتها. بعدين راح أبدي بالشغلات الخاصة بالبشرة، السيرامات، الدهون، الزيوت، كلها راح أخليها بسلة واحدة. شوفوا لي المنظر الحلو. طبعا بعدني ما مكملة أنا، بس يعني حبيت أراويكم الشغلات يعني اللي سويتها. هسه اجيت للمجرات واجيت الشغلات المكياج اللي راح اخليها على هاي الطبلة حتى تكون يمي، يعني من احتاجها بالمكياج تكون يمي. الشغلات اللي ما احتاجها بشكل يومي طبعا مثل هذا البلشر، الالوان، الهايلايت، هاي ابدا ما استخدمها يعني بالطلعات العادية، بس بالمناسبة يعني، فلهذا راح اخليها بالمجر. رجعت صفطت همين باقي
عطورات ولوشنات الخاصة بالجسم اللي ما استخدمها بشكل يومي خليتها على الرفوف. هنا طبعا حبيت اراويكم هنا بالمجر الاول الشغلات الخاصة بالشعر، المجر الثانية شغلات خاصة بالبشرة، العناية، الماسكات، الشفرات، فرشة تنظيف البشرة. المجر الثالث هنا أنا عندي جهاز الدرمابن بس راح أشيله، يعني راح أخلي بهذا المكان أجهزة الشعر. شوفوا بنات، هاي الشغلات اللي ما أريدها كلها راح أتخلص منها أذبها. هنا أنا هاي السلة خالة بيها الشغلات الأدوات الخاصة بتنظيف الحاجب، الملقط، المقص، فرشة الحاجب، يعني كل الشغلات الخاصة بالحواجب. وهنا خليت كل الشغلات يعني أحسها عشوائية، يعني ما إلها مكان محدد. هسه حبيت أذكركم بالهوسة قبل، وشوفوا لي إياها بعد وانطوني رأيكم بالتعليقات. إن شاء الله تحبون النتيجة، وإن شاء الله أنتم هم تتشجعون وتقومون تشوفون شنو شغلات عندكم أجليها وتقومون ترتبوها. وهذا الشكل النهائي. رتبت كل الشغلات يعني ترتيب جدي مثل ما يقولون، لأنه أنا بالبداية رتبتها بصراحة يعني شلون ما كان، بس هسه قلت لا خلاص لازم أتخلص من الهوسة. وأنا قبل فترة منزلة تنظيف عميق لغرفة النوم مع ترتيبات وتعديلات جدا حلوة ومشتريات حلوة لغرفة النوم. لا يفوتكم الفيديو بنات، راح أخليه بأول تعليق مثبت، روحوا شوفوه لأنه هواية بيه شغلات وأفكار حلوة لغرفة النوم. وشوفوا لي بنات هذا المنظر ما شاء الله روعة ويا الشمس والشبابيك. إن شاء الله حبيتوا الفيديو، أحبكم هواي، باي باي.